بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم يا أخ محمد يتم زيارة الأخ إبراهيم محمد حسن القبسي، واليوم إذا وصلنا إلى منزله بعد شوف ما شاء الله يعني جبال 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 وطريق وعورة وصعب المعيشة هنا عندهم في البلاد. كلكم على أمة كلكم. السلام عليكم يا أخ إبراهيم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ الحمد لله. بخير متعافي؟ الحمد لله. حياك الله ونشرف بلقائك. الله يفتح عليك. ممكن ندخل داخل عندك؟ هادي حياك الله. هي تفضل جاي. الله ينور. بصراحة أنا يعني طريق صعب جدا جدا ويعيش. هذا منزل الأخ إبراهيم، شوفه وين يعيش داخل المنزل هذا. منزل عدو حق الناس. ما شو حتى تبعك ما؟ وين حق الناس؟ الله الله الله. بسم الله ما شاء الله. تسكنوا بين الغرفة هذه يا عم إبراهيم؟ أيوة بالغرفة. ما شاء الله. هؤلاء عيالك؟ أيوة هذول عيال الحمد لله حق الله. وهذا الولد المعاق ما؟ هذا ولد المعاقد من لو سنة وهو على هذه الحالة. ايش قد الدولة هنا لو سمحت بين الضوء؟ معك له أوراق ولا شيء ولا حاجة؟ نعم معي له أوراق ومعي له إشاعات معي له. وهذا الولد له سنة من حين خلق وعنده له عملية واحدة. يا الله. وما قدرنا نتوسل يعني نحن ما شاء الله حل على عملية ما قدرناش. من كثر الظروف حقنا ظروفنا صعبة جدا. هذا أوراقه. مسك الولد. يعني ما هو اللي عنده هذا تشوه خلقي ولا كيف؟ تشوه خلقي نعم انسداد تشوه خلقي وهذا التغيير حقه الطبي له. هذا شيء حقه. ما اسمه هذا؟ حزام إبراهيم محمد حسن. هذا التغيير الطبي تبعه. وهذا أوراقه حق المستشفى. اوه يعني هذا قد عالجكم؟ هذا جلسنا داخل اولا دخلنا مستشفى قروة كذا ما، ثانيا مستشفى طيبة. الولد. ثانيا مستشفى طيبة. ثالثا مستشفى الثورة. بعد مستشفى الثورة حولونا إلى مستشفى السبعين. يعني شوف لا إله إلا الله سبحان الله العظيم. وعنده يعني الركاب مقلوبات، هسه الرجل مقلوبة تشوه خلقي في العظام وعنده انسداد بالفتحة الشري. يعني طلبوا له دحين عملية ولا كيف لما يتبرد؟ اشرح لي ما هي العملية. 4 عمليات اشتروا 4 عمليات وهذا التقرير الطبي 4 عمليات. ايه. العملية الأولى فعلوا ماسورة صناعية يتبرد. ايه. من البطن. وقالوا بعد سنة يفتحوا له عملية من تحت فتحة الشري. وبعد شهرين يغلقوا له العملية الثالثة. هذه حق شوف هذه العملية الأولى. شوف العملية الأولى. شوف افتح لا إله إلا الله. يعني دحين هذه أين العملية منين البراز حقه؟ هذا البراز من هنا. هذا كان عنده انسداد بالأمعاء. هذا سووا له العملية الإنقاذ من الموت. اليوم الثاني من ما ولد. اليوم الثاني من ما ولد. تم إسعافه فورا لمستشفى دمار، بعد من دمار 3 مستشفيات بعد انتقلنا إلى صنعاء. مباشرة في نفس اليوم واللحظة. أيوه. والآن هذه العملية شوف نقضيك في غديها. الآن إحنا ما فيش معنا أن إحنا نحاول نقدر نفتح له عملية. نهاية وظروفنا صعبة جدا. إن شاء الله خير بإذن الله. إحنا برفع لأهل الخير وفاعلين الخير وإن شاء الله ما يقصروا معاه. عزام الطفل عزام إبراهيم محمد حسن القبيسي. والله يعني بحالته مأساة. فاعلين الخير الله يجزيكم الخير، وإن شاء الله بإذن الله نسأل من الله سبحانه وتعالى إنهم ما يقصروا معك ولا مع الطفل هذا، يعني ينقذوا أقل حاجة العمليات. كم باقي له عمليات؟ باقي له 3 عمليات من دون عملية العظام حق الركب هذول. يعني هذول 3 عمليات قالوا بيكلف لها مليون من دون العملية حق الركب هذا. ايوه. وهذا التقرير الطبي يثبت على ذلك من دون كذب من دون افتراء. هذا تقرير طبي هذا التقرير الطبي حقه تبع المستشفى. وهذا التقرير الطبي يا اخوتي شوفوا تقرير طبي. وهؤلاء فواتير العلاج اذا يعني قد سبق وقد عالج. شوف قد ما شاء الله الوالد يعني ما قصر مع ابنه، لكن الحمد لله عالجنا ودينا وعبودين علينا. الان ما زلنا مديونين ما قدرنا نطلع سبب الديون الذي علينا في صنعاء غير ديون. ان شاء الله خير باذن الله. ما نتوصل نفتح له العمليه الثانيه نهائيا وقالنا بعد سنه ما قدرنا. هل قد تلقيت اي مساعده من اي جهه ولا شيء ولا حاجه؟ لكن مساعده من الاخوه ما فاتت حاجه بسيط ودينا وبعنا ما معنا. والان احنا ضابحين ما قدرنا ان احنا نسوي له اي عمليه ولا قدرنا نسعفه باي مستشفى.
ولا فعلوا لنا اي تحويلات ولا اي اجراءات من اي مستشفى. ان شاء الله خير باذن الله. وهؤلاء يعني هؤلاء عيالك ما عبش حد من عينك ما بلو انت رب الاسره. ما بلو انا رب الاسره. ان شاء الله خير باذن الله. ما مناشدتك لهذا الخير؟ مناشدتنا بالخير نرجو منهم بالاول مساعدات وانقاذ الطفل هذا. ايوه. مباشرة الذي يعني يشوفوه اي طفل مثل هذا يعني ما يتحملش حتى ان يتاخر شهر او شهرين. اشوف قالوا يعني يلحق نفسه ولا ملاحقها. ما هو شكله تعبان والله. شكله تعبان في المستشفى احيانا قال ما يحولوش ولا اي مركز ما مش بيديهم ولا اي فائده. لهم قد منظمه عالميه قال ما نقدر نفعل له اي حل ولكن دبر نفسك. فاحنا الان نشاهد